السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اولا كده قبل ما نبدأ الفيديو النهاردة، عاوزة اقول لكم لو في تغيير في الصوت او في اي حاجة اعذروني وسامحوني عشان انا عندي برد. ربنا يشفينا ويشفيكم جميعا. اول حاجة كده هنعمل النهاردة فطار مع بعض سهل وبسيط، مش هياخد منك اي وقت خالص. هتحضريه قبل الفطار بنص ساعة، مياخدش وقت خالص ان شاء الله، يكون سهل وبسيط. اول حاجه كده انا معايا نص كيلو من صدور الفراخ. هقطعها كده شاورما، شرايح كده رفيعه ورقيقه زي ما انتم شايفين كده. هقطعها كده بالشكل ده، وهروح بعد ما قطعتها بقى هروح على البوتاجاز. هحط طاسه كده فيها معلقتين من الزيت، حاجه بسيطه يعني، مش هكتر زيت خالص. وطبعا تكون النار عاليه. هسيب الزيت لما يسخن خالص. عاوزه لما تيجي تنزلي الفراخ تعمل صوت كده وانت بتنزليها، وما تقلبهاش خالص علشان ما تنزلش معاكي اي ميه وتبقى زي الفراخ المسلوقه كده. انا عاوزاها ما تنزلش ميتها خالص. طبعا لازم تعمل صوت تش اللي احنا عارفينه ده. وتحط لها بقى بهاراتها وتسيبيها ما تقلبهاش خالص. لما تحس ان هي غيرت لون كده من تحت وبيضت تقدري تقلبيها. كتر التقليب فيها بيخليها تنزل ميتها، واحنا مش عايزينها تنزل ميه خالص. طبعا النار عاليه والطاسه بتاعتي لازم تكون سخنه. هنعمل النهاردة كده مع بعض فطاير حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وشكلها كده ان شاء الله يفتح النفس وتبقى تمام. يعني هنشوف مع بعض دلوقتي. هنزل بقى عليها بالتوابل اللي موجودة عندك، اي توابل بتحب تضيفيها هتضيفيها. انا ما عنديش غير فلفل اسود وكمون، عندي كزبرة، عندي بهارات فراخ، وهضيف ملح. لو عندك بقى ورق لورا وحبهان مطحونين ممكن تضيفي. ممكن تضيفي بابريكا، بصل بودرة، توم بودرة. ده كل ده بيخليها تتنكه بنكهة جميلة جدا وتبقى حلوة. خلاص تبلتها كده بالبهارات اللي انا عاوزاها او اللي متوفرة عندي يعني. هديلها بقى تقليبة. النهاردة بقى 11 يوم رمضان. زي ما انتوا شايفين كده رمضان بيجري زي ما يكون راكب عجلة، يعني لازم نستغل الوقت ونقرب من ربنا اكتر. نحافظ على قراءة القرآن في الايام ديت. ربنا يا رب يتقبل منكم ومنا صالح الاعمال. زي ما انتوا شايفين كده اديت للفراخ بتاعتي تقليبه، وما كترش برضو في التقليب فيها كتير علشان ما تنزلش ميه. هروح بقى اجيب بصلتين كده متوسطين واقطعهم كده. آه، آه، هقطعهم كده التقطيعه دي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما الفراخ شوحتها كده بالتوابل، هبدأ بقى انزل عليها كده بالبصل. هشوحهم برضو مع بعض لحد ما البصل بتاعي يبدأ يدبل كده ويايا. زي ما انتوا شايفين كده. خلاص البصل دبل مع الفراخ. هبدأ بقى انزل عليه كده قرن واحد من الفلفل الرومي. لو عايزة تضيفي فلفل حراق ممكن تضيفي. هو قرن واحد بس من الفلفل، ولو عندك فلفل الوان برضو هيبقى حلو حلو قوي. هقلبهم كده مع بعض كويس لحد برضو لما الفلفل كده يدبل ويتشوح كده كويس مع الفراخ والبصل. هبدأ كده اجيب كان عندي كده صدر فرخة بايت، برضو قطعته، آه، نسرته كده برضو وهضيفه عليها. زي ما انتم شايفين كده. اخر حاجة بقى هبدأ اضيفها وهي طماطميتين كده مقطعاهم صغير. بعد ما اشوح كده كله مع بعضه هنزل عليها بقى بالطماطميتين اللي انا قطعتهم دول. دي واحدة بس ورجعت قطعت واحدة تاني، يعني عشان شايفين الكمية صغيرة وانا بقول طماطميتين، فديت واحدة وانا قطعت كمان واحدة تانية. وضفت كمان معلقة كده من الصلصة عشان تخلي لونها احمر كده وحلو. وضفت لها كده حوالي نص كوباية من المية.
وهغطي عليها بقى واسيبها اللي هي تستوي براحتها، وكل الخضار ده كده يستوي ويدبل كده مع بعضه علشان ما يبقاش فيه قرشة كده وهي محشية في السندوتشين. هغطي عليها بقى واسيبها كده براحتها. معايا كده لفة جلاش بطلعها كده ولفها في فوطة عشان تبدأ تفك معايا. معايا بقى الخلطة اللي انا هدهن بيها او اللي انا هورق بيها الجلاش. يفضل ان يكون زبادي يعني، بس انا عشان ما عنديش زبادي وما كانش في وقت اشتري زبادي، فضفت نص كوبايه كده من اللبن، وحطيت عليها معلقه كبيره من السمنه ومعلقتين من الزيت. هقلبهم كده كويس مع بعض، وهو ده هيبقى الدهان اللي هندهنه على الجلاش بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده، وزي ما بقول لكم، لو هيبقى زبادي هيكون افضل عشان يخلي الفطاير بتاعتي هيبقى فطاير شرقيه، فتبقى الفطاير كده ايه، تبقى طريه معايا من جوه يعني. هبدأ بقى افك الجلاش كده زي ما انتوا شايفين، واخد كل رقين مع بعض. انا كنت عاوزه ادهن يعني الرقين يبقوا منفصلين، ادهن رقه لوحده وابدا احط الرق التاني واحشيه، لكن الجلاش عشان ما كانش لسه اخد وقته في اللي هو يفك يعني، ما طلعش معايا غير كل اتنين لازقين في بعض، فاضطريت ان انا استخدمه كده، بس كان حلو برضه. ما كانش راضي يفك خالص اتنين، لو جيت اطلع واحده بواحده كده كان بيتبهدل ويتقطع مني، فاستخدمتهم اتنين كده لازقين في بعض على طول. وبقيت اجيب كده ورقتين جلاش تانيين، اقطعهم كده مربعات واحطهم في النص تحت الحشوه، علشان الجلاش ما يتقطعش مني او الحشوه تبوشه كده ويتهرق منه ويتقطع يعني. بجيب حته كده بحطها في النص تحت الحشوه بالظبط، وببدا كده ان انا ادهن كده بالخليط اللي انا عملته ده. حاجه بسيطه خالص بس مش عاوزه اكتر. نحط شويه كده من الجبنه الموزاريلا، لو عاوزه تستغني عنها برضو ممكن تستغني، بس هي مديه تست جميل قوي. الحشوه بتاعتي سبتها طبعا لازم تسيبها تبرد. وعندي زيتون كده انا خلياه، هبدأ بقى اتنيه كده على بعضه، وكل رق والتاني ادهنه يعني، كل طبقة اتنيها كده ادهنها برضو دهنة خفيفة كده، واتني التانية عليها كده. دهان خفيف اوي مكترش خالص، واعملها كده على شكل فطاير مربعة كده زي ما انتوا شايفين، واحطها طبعا في صاج او في صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت. اهو كده زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم واحدة كمان. خدت كده ورقتين من الجلاش، وهجيب حتة تانية كده مربعة في النص تحت الحشوة، ادهن دهنة خفيفة جدا ما بكترش زي ما انا قلتلكوا. تحط الجبنة الموزاريلا. طبعا هو فطار سهل جدا وبسيط وحاجة كده خفيفة. وطبعا قدمت معاه سلطة وزيتون وشيبسي بطاطس عملناها كده مع بعض قبل كده. وطبعا عملنا عصير كركديه برضو عملته معاكم قبل كده. كده بدهن زي ما انتوا شايفين، طبعا الفيديو موضح كل حاجة مش محتاج ان انا اتكلم كتير. لو وصلت لحد هنا بقى متنسيش تحطي لايك، ولو الفيديو عجبك تحطي لايك وشير، ومتنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. خلاص خلصت الفطاير بتاعتي، عملوا معايا 7 وحدات. هاجي بقى على وش الفطاير كده هضيف حبة صغيرين كده من الجبنة الموزاريلا. لو عاوزة تدخليها الفرن على كده تدهنيها كده مسحة بسيطة من السمنة بالفرشة وتدخليها الفرن. يعني الفرن يكون مشغله، انا مشغله الفرن من اول لما بدات بقاله يجي 10 دقايق شغال على درجه حراره عاليه. لازم الفرن على الجلاش يكون سخن، وبعد لما تدخليه تقوم هديه النار بقى. انا هضيف كده شويه من الجبنه الموزاريلا على شويه من الزيتون على حته فلفلايه كده خضره وحته طماطمايه، اعملوا وش بيتزا يعني، اعملوا فطير وش بيتزا زي ما انتوا شايفين كده.
وزي ما قلت لكم بقى الفرن يكون حامي جدا، وادخله بقى شايفين شكله على الصاجة من تحت، وبعد كده بطلعه على الشواية ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. وده كان فطارنا بألف هنا والشفا. شايفين بقى، هو ده كان فطارنا النهاردة. يا رب الفيديو يعجبكم، اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. متنسوش بقى اللايك والشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.